في شتى الظروف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالإخوة مشايخ وأعيان قبيلة بني حشيش بوابة النصر. وعندما أتحدث أن بني حشيش بوابة النصر، هي كانت نصر في حرب السبعين، عندما اكتلبت بني حشيش ووارث النظام الجمهوري، اكتلبت رأسا على عقب على أعداء الثورة والجمهورية. فبني حشيش اعتبرها هي بوابة النصر. الآن مر 2015-2016 عام الصمود والتصدي للعدوان، والآن احنا نحتفل اليوم عام 2017 إن شاء الله هو عام النصر، وهذا عام الصمود والتصدي. هذا عام النصر السياسي والعسكري والاقتصادي. بهذه المناسبة من خلال قبائلنا بني حشيش، وهم أحد القبور السبع، أتحدث معكم، والحديث معكم هو حديث لكل أبناء الوطن. نحن ندعو بهذه المناسبة الإخوان الذين يقاتلون في صف أعداء الوطن أن يرفقوا بأنفسهم ويرفقوا بإخوانهم. الدم يمني والقتل يمني، وأنتم من 1500 ريال سعودي تقتلوا وتقتلوا. طيب، لصالح من؟ صحيح استغلوا الحصار الاقتصادي والسياسي والحاجة والعوز للشباب، فجندوهم من 1500 ريال سعودي، على الرغم أن المقادمة حقهم يستلمون من 5 مليون إلى 10 مليون ريال سعودي، وهؤلاء مساكن ضحايا. يقدمهم إلى المحرقة، إلى نم ويقتلوا، ويقدموهم إلى شبوة ويقتلوا، ويقدمهم إلى تعز ويقتلوا. لصالح من؟ من المستفيد؟ المستفيدين المقادمة حقكم، القابعين في فنادق الرياض وفنادق اسطنبول والقاهرة، وأنتم ضحايا. فأنا أقول السياسة السعودية ناجحة 100%، لأنها تقاتل بينتكم البين، تقتلكم وتقتلوا. فأدعو هؤلاء الشباب أن تحتفظوا بأسلحتكم وأن تعودوا إلى مساكنكم في إطار قرار العفو العام الذي أصدره المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ. عودوا إلى مساكنكم، خلوا الطائرة تضرب. ما حققت الأهداف على الإطلاق، تقتل أطفال ونساء وأرامل وبنية تحتية ومساكن ومزارع. أقول للإخوان سيادة الشيخ، أنتم بنيتوا بني حشيش خلال 5 سنين، بنيتوا فيها المزارع الجميلة، وبنيتوا فيها القصور الرائعة، وبنيتوا فيها كل شيء من كواعبكم ومن عرب جميلة. ما حدث ذلك. حافظوا عليها وحافظوا على أمن واستقرار مديرية بني حشيش، وهي تشكل رقم كبير في قبائل طوق صنعاء، تشكل رقم كبير. حافظوا على بني حشيش، وحدوا صفوفكم، انبذوا العنف داخلكم، خلوكم قبيلة واحدة صامدة في وجه من يمس أمن واستقرار مديريته. وسوف تقتدي كل القبل بكم، وهي مقتدية ومحافظين على مناطقهم في بني مطر، في الحيمتين، في سنحان، في بلاد الروس، في أرحب، في بني حشيش، في همدان، في خولات. كل القبائل محافظة. في حاشد حافظوا على مناطق. هؤلاء مساكين، أنا لا أقول ملتزم،
بعد يقول من 70 ولا من غربهم من 70 عليهم أن يأخذوا المال ويعودوا إلى مساكنهم، والأسلحة اللي جابوا لهم يقتلوا أنفسهم ويقتلوا زملائهم في نام في أرحب في أي مكان. خذ الأسلحة وروحوا، روحوا بيوتكم. النصر قادم والحوار السياسي حيمشي، وسنتحاور مع النظام السعودي الذي يقود التحالف، سنتحاور معه آجلا أم عاجلا. نحن قدمنا أكثر من مبادرة، مستعدين للحوار مع السعودية، تتحاور مع صنعاء الممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، ونتفاهم مع النظام السعودي لا ضرر ولا ضرر. أما بالنسبة لما يسمى ما الحكومة القابعة في الرياض أو في عدن أو في أي مكان، هؤلاء أو أبنائنا وأخواننا سنتحاور معهم ونتفاهم، وبيننا وياهم مواقف شرعية. مشكلتهم مشكلة الطمع على المال، مشكلتهم الطمع على المال. سنتحاور معهم، نتحاور معهم. تعالوا اوقف الحرب، توقف اطلاق الصواريخ من على الحدود السعودية مقابل وقت الحرب، وبعدين نجلس على طاولة الحوار ونتفاوض معكم يا أشقائنا في المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف. نحن على استعداد، بس اوقف الحرب، اوقفوا الغارات الجوية، اوقفوا ضرب المزارع المساكن الموانئ، اوقفوا. أنتم بتزيدوا الشعب اليمني عتوا ونفور ضدكم، ما بتخضعوا 27 مليون. شكرا لكم 2000 10,000 20,000 30,000 100,000 قتيل، مليون. نستغل ان احنا نقدم مليون شهيد في سبيل الدفاع عن الوطن ورفع آمالنا. أنتم الآن رؤوسكم مرفوعة بين الأمم، الآخرين متعاطئين. بيتحمل البندق يستلم 1500 سعودي وجاء مفرق الجوف وقتلوه، ولا قتل له واحد ورجع. ايش حصل؟ وانجت 1000 500 بيدخلوها جنبك القبر. اصحابكم المقادم في مارب يشيلوها ملايين، وفي الجوف، والمقادم في تعز يشيلوها ملايين، وفي شبوه، ويدعوها في البنوك فين؟ في الدوحه وفي لندن. وانتم تقتلوا ليش؟ عشان ايش؟ عشان هذه الرجع يحكم؟ ما بتحكم بعد هذا النهر من الدماء. لو كنت من كنت انتهى عهد هادي في 2014 وزمرته وزبانيته انتهت، لا شرعية لك على الإطلاق. تفهم، وذي ما يفهم لازم يفهم، والمغرب بهم يفهموا. قتلوا مع من؟ مع واحد جزار، مع مساعديه الجزارين تجار الحروب. مع من بتقاتلوا؟ بتقاتلوا إخوانكم في نهر، في أرحب، في الجوف، في شبوة، في تعز، في البيضاء، في عبس، في ميدي، في الحديدة، في باب المندب. بتقاتلوا من؟ هل في قوى أجنبية؟ هل في إيرانيين؟ هذا ادعاءات باطلة، ادعاءات باطلة وغير صحيحة. إذا لكم عداء مع إيران، لكم حدود بحرية، وعندكم الذراع الطويل والطائرة، ايش تقتلوا اليمنيين؟ اليمنيين أشقاء، اليمنيين إخوانكم، اليمنيين بنوا السعودية طوبة على أكتافهم. أنا هذا أوجه لكم ومن خلالكم إلى كل أبناء الوطن وإلى كل القوى السياسية، وبالمقدمة المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه بمناسبة العام الجديد 2017 عام النصر بإذن الله. وأنا أتمنى لإخواني وأبنائي قبيلة بني حشيش الثبات والصمود كما عاهدناهم، وهم قبيلة أنا أعرفها حق المعرفة من 62، وأنا كنت داخل بني حشيش ضابط
أعرفهم قبيلة قبيلة، وشيخ شيخ، وفردا فردا من الجيل الأول، وهؤلاء أعرف، فهؤلاء أولادي. فعلى كل حال أخذتها فرصة وقلت أتحدث معكم وجها لوجه، والوقت ضيق شوية. تحية